خبر مؤسف لعملاء البنكين بسبب شهادات ال25% بالبنك الأهلي وبنك مصر. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش تاخد جولة في القناة فكل ما يخص البنوك واستثمار أموالك أفضل استثمار من أول 1000 جنيه تلاقي أسفل الفيديو في أول تعليق كل رابط الشهادات وأفضل استثمار لك. لازم تشاهد الفيديوهات قبل ربط أي شهادة. بعد اللايك والاشتراك في القناة تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. البنك الأهلي وبنك مصر أكبر بنكين بجمهورية مصر العربية، وهما الذراع الأيمن للبنك المركزي الذي يتم استخدامهم في تحجيم التضخم، وذلك بقرارات من البنك المركزي، وخصوصا مع ارتفاع أسعار الفايدة فيقوم البنك المركزي بقراراته ومنها إصدار شهادات بالبنك الأهلي وبنك مصر، وذلك لتحجيم التضخم. وأسعار الفايدة هي أداة من أدوات البنك المركزي لتحجيم التضخم، وكلنا شفنا ده سواء في الشهادات ال18% الماضية والشهادات ال25% السنوية والشهادات ال22.5% الشهرية التي تم إصدارهم بالبنك الأهلي وبنك مصر، وذلك في خلال شهر يناير الحالي، والتي لجأ إليها كثير من شهادات ال 14% و 11% و 18%، وأدوا إلى كسر الشهادات ربط الشهادة الجديدة بالبنك الأهلي وبنك مصر، حيث وصلت حصيلة الشهادة إلى 750 مليار جنيه مصري تقريبا، وبذلك الرقم فلقد حققت الشهادة المستهدف منه، وذلك بعد إعلان البنك الأهلي وبنك مصر أخبار عن إيقاف الشهادات وأنه سوف يتم إيقافها خلال أيام معدودة، وأنها لن تتجاوز شهر يناير حسب تصريح رئيس بنك مصر، وحيث كان أصحاب شهادات ال 18% وال 16% ينتظرون انتهاء الشهادة ال 18% ومرور 6 أشهر على الشهادة ال 16%، وذلك لربط الشهادة الجديد. ولكن مع التصريحات الأخيرة جاءت مخيبة للأمان، ولكن هناك بعض البنوك بدأت إصدار شهادات مرتفعة مثل بنك القاهرة بإصدار نفس الشهادة، ولكن لم يتم الإعلان عن مدة طرحها. وما البديل بالبنك الأهلي وبنك مصر عن الشهادات التي سوف يتم إيقافها سواء 22.5% أو 25%، ولكن يعتبر هذه آخر فرصة لمن يريد ربط هذه الشهادة سواء بالبنك الأهلي أو بنك مصر، وكلنا هننتظر قرار البنك الأهلي وبنك مصر خلال أيام إيقاف الشهادة ومتابعة هل هيصدر شهادات جديدة. فتابع معانا وما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس.